أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. إخوان، من الأمور التي قد سعى أعداء الإسلام وأعداء محمد وآل محمد على أن يرسخوها في ذهنية الإنسان المسلم عموما والشيعي خصوصا، وهي قضية الخوف من صاحب الزمان عليه السلام عجل الله تعالى فرجه الشريف. شلون يردون يخوفونه؟ دسوا الروايات التي تظهر الإمام صاحب الزمان عليه السلام بأنه إنسان دموي، إنسان وحشي، إنسان محارب، إنسان يتعامل بالسيف، إنسان يقطع رؤوس العلماء، إنسان يقطع رؤوس الكذابين، إنسان يقطع رؤوس أو رأس من يعترضه أو من يناقشه أو من يختلف معه في الرأي. هكذا صوروا الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وليت شعري كيف نطابق هذه الصورة مع قول جده رسول الله صلى الله عليه وآله بأن الله سوف يظهره فيملأ الأرض عدلا وقسطا. عدل سواسية، وفوق العدل القسط، كما ملئت من البشرية أنفسهم ظلما وجورا. كيف نطابق ذلك؟ كما فعلوا برسول الله صلى الله عليه وآله. الله منا يقول وإنك لعلى خلق عظيم، وهم يدسون الروايات التي تجعل من رسول الله إنسان يفعل الخبائث، يفعل المنكرات، وإنسان دموي. حاشاه صلى الله عليه وآله. فإخوان، أنه كل الروايات التي تظهر صاحب الأمر عليه السلام بأنه إنسان وحشي، إنسان دموي، إنسان قتال، كلها روايات مدسوسة ضعيفة ليس لها صحة ولا سند. بل الروايات الصحيحة أن حملة صاحب الزمان الإمام المنتظر عليه السلام لا تدوم أكثر من حمل امرأة، والمتعارف الطبيعي أنه المرأة حملها 9 أشهر. هذه كلها حملة صاحب الزمان عليه السلام لتشيع الأرض كلها وتملأ، ليس فقط تشيع، تملأ عدلا وقسطا. ولا يذكر التاريخ لنا سوى بعض المواجهات بينه وبين أعدائه، والتي ينتصر بها جميعها، ينتصر بها صلوات الله وسلامه عليه. ولا ننسى أنه هو الإمام الموعود الذي ادخره الله سبحانه وتعالى لسعادة البشرية جمعاء، يخرجهم من الظلمات إلى النور. فعلينا إخواني أن نراجع تلك النصوص بدقة، وأن نكون على بينة أن الله ما خلق شيئا عبثا، ولا يجوز لله سبحانه وتعالى، وهو صاحب اللطف المتناهي والحكمة المتعالية، من أن يجعل حجته في أرضه ووليه بين عباده إنسانا دمويا قاتلا يبعد عن الله لا يقرب إليه. وهو القائل وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا تنسوني والدي من خالص دعائكم. والسلام عليكم.